سلام، مرحبا بكم في قناتي مطبخ نور الأيام. اليوم جبت لكم هذه الخبزة المحشية، تجي خفيفة ومقطنة بحشو بزاف لذيذة. شوفوا ما شاء الله كيفاش تجي، شوفوا تجي هشيشة وخفيفة وما تقهمش، بحشو بزاف لذيذة. شوفوا ما شاء الله، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. تبعوا معايا المقادير. عندنا 3 كيسان فرينة، خميرة الخبز، ملعقة سكر، زيت، حبة بيض. نخلط المقادير، ما نسوش الملح، ونلمو بالما يكون دافي. العجينة تجي طرية وتجي تتلاصق، منلزمش تجي ناشفة بزاف. شوفوا كيفاش القوام تاعها يكون، تجي بزاف طرية. خلوها ترتاح وتختمر، ونروحو نديرو الحشو تاعنا. عندنا بولي آشي، صدر الدجاج مرحي، بصل، حبة طماطم مرحية ولا على حساب الكمية اللي درتو تقدروا تضعفوا. عندنا طماطم مصبرة، بابريكا، ملح، فلفل كحل، راس الحانوت، وزنجبيل مرحي. نخلو كل شيء يطيب على نار هادية. هاي اختمرت. بعد ما اختمرت العجينة تاعنا، شوفوا كيفاش تجي. نقسمها على زوج ونحلها غير بيدي، نعاون يدي، ندير يدي في الزيت ونحلها غير بيدي، سهلة. نديرها بالفرشيطة باش متعاودش تختمر. ندير الحشو تاعنا اللي طيبناه، الصوص تاعنا، نزيد جبن مبشور. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة وتعجبكم. ما تنسوش جيم، تعليق، وابوني للقناة للمزيد من الوصفات وللتشجيع ايضا. هنا زيت جبن مبشور. بعد نديرو الطبقة الثانية تاع من العجينة، نفتحها نحلها، نديرها فوق الطبقة الاولى، نشكلو خبزة كما راكم تشوفون. نحطها فوق الاولى، نحي الحواش، الموس كما راهو موضح في الفيديو. نجيب فرشيطة، ندير بالفرشيطة في الاطراف باش ما تخرجلناش الحشو من الخبزة تاعنا. نزيد نديرها من الفوق باش ما تتنفخش. ندهنها بالبيض، ندهنوها بالبيض. التزيين اختياري، انا درت السانوش، تقدروا ديروا زيتون خضر ولا زيتون كحل، تزيين اختياري كما قلت لكم. ونديروها طيب، نشعل لها من الفوق ومن التحت ونخلوها طيب. وهذه هي الوصفة تاع نهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. هذه هي النتيجة تاع الخبزة، شوفوا ما شاء الله. وهذه هي. سلام، ما تنساوش جيم وابوني للمزيد من الوصفات.